انت عارف انك من دلوقتي هتقدر تقدم على قرض من غير ما تدفع مليم فوائد ولا مصاريف إدارية ولا حتى تحتاج لضامن. كل اللي عليك هتقدم صورة البطاقة وتدفع قسط بيبدأ من 500 جنيه بس مين البنوك اللي بتقدم القروض دي؟ وقيمة القرض بتوصل قد ايه؟ وايه الأوراق المطلوبة منك؟ وايه شروطه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده. ناس كتير دلوقتي بتفكر تاخد قروض، بس المشكلة في الفوائد والمصاريف اللي الكل بيشيل همها. بس خلاص دلوقتي بقى في أكتر من بنك في مصر بيقدم لك قرض شخصي من غير فوائد ولا مصاريف إدارية كمان، وأولهم بنك مصر، وده عنده شهادات ادخار إسلامية لأجل 3 سنين أو 5 سنين. بس إيه علاقة الشهادة بالقرض؟ أنا أقول لك، الشهادة دي ممكن تخليك تاخد قرض حسن بدون فوائد لحد 90% من قيمة الشهادة. يعني لو أنت مثلا عندك شهادة إسلامية قيمتها 100,000 جنيه ممكن تاخد قرض حسن لحد 90,000 جنيه بدون أي فوائد. القرض ده بيتم سداده خلال سنة واحدة، بس أهم حاجة إنك تاخده دفعة واحدة وترجعه برضه دفعة واحدة. وميزته كمان إنك بعد ما تخصم قيمة القرض العائد على باقي الشهادة هيفضل مستمر، يعني فلوسك ما بتضيعش. شروط الحصول على القرض ده مش معقدة، ولازم يكون عندك شهادة إسلامية موجودة لمدة أكتر من 6 شهور، وسنك ما يقلش عن 21 سنة، وكمان في مصاريف إدارية بسيطة جدا. نيجي بقى على قرض حسن من بنك نصر الاجتماعي، واللي بيستهدف فئات محدودة ومتوسطة الدخل. كمان القرض بالبطاقة بس، يعني مش محتاج كفيل أو ضامن إضافي، وتقدر تختار فترة السداد اللي تناسبك سواء شهور أو سنين، وده حسب مبلغ القرض وقدرتك على السداد. وقيمة القرض بتبدأ من 10,000 جنيه لحد 50,000. في بنك ناصر كمان بيهتم بالمتزوجين وأصحاب الأسر، وبيخلي القسط الشهري متناسب مع دخل الأسرة علشان ما يحصلش أي ضغط مالي عليهم. يعني لو أنت محتاج تساعد مصاريف تعليمية أو مصاريف يومية فالقرض ده ممكن يكون حل عملي وسهل. أما وزارة الأوقاف فهي عندها برنامج قرض حسن للعاملين في الوزارة والجهات التابعة ليها، ومن المميزات الكبيرة إن القرض بدون أي فوائد أو أي مصاريف إدارية. الوزارة خصصت 30 مليون جنيه كقروض حسنة لبعض الفئات زي ذوي الهمم وحالات الزواج لأول مرة والأرامل اللي عندهم أبناء. القرض ده بيجي بمبالغ مختلفة، 25,000 جنيه بتتسدد على 40 شهر بمعدل 625 جنيه شهريا، وده للفئات ذات الأولوية، أو 20,000 جنيه بتتسدد على 40 شهر بمعدل 500 جنيه شهري، و10,000 جنيه للموظف اللي باقي له سنة واحدة على التقاعد بتتسدد على 10 شهور بمعدل 1000 جنيه شهري. كمان الوزارة فتحت طرق تقديم مباشرة سواء من ديوان عام الوزارة أو المديريات مع روابط إلكترونية خاصة لكل حالة. كمان عندك بنك فيصل الإسلامي المصري، والقرض هنا بيبدأ من 5,000 جنيه وبيوصل ل 500,000 جنيه. فترة السداد ممكن توصل لحد 7 سنين، والشروط لأصحاب المهن الحرة يقدموا كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور، ويكون في تأمين على الحياة من خلال مؤسسة بنك فيصل الإسلامي للتأمين. وكمان السن لازم يكون بين 21 و60 سنة، والقرض بيتقدم مرة واحدة بس. ودلوقتي قول لنا، جربت تقدم على القروض الحسنة